السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل الخارجية: وفيات وإصابات في انقلاب حافلة على متنها 16 مصريا بالسعودية. أكد السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج أن القنصلية العامة المصرية في جدة تتابع عن كسب حادث انقلاب حافلة تابع لإحدى حملات العمرة على بعد 310 كيلو متر من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 16 مواطنا مصريا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج. وأعلن في بيان على صفحة وزارة الخارجية عبر موقع فيسبوك أن القنصلية العامة تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن والوقوف على ملابسات الحادث. وأكد أنها تستمر في المتابعة والتواصل مع المصابين لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.